اهلا وسهلا في الغابه. اليوم غادي نصايبوا الذره المكسيكيه المشويه، جديده مغذيه وسهله في التحضير. تابعوني باش تشوفوا كيفاش غادي نوجدوها. باش نوجدوا هاد الذره المكسيكيه المشويه خاصنا 4 الحبات ذره، ربع كوب زبده، ربع كوب جبن الفيتا، عصير حامضه، فلفل حار مطحون حسب الذوق، كزبرة مفرومة للتزيين. تابعوا معايا، غادي نوريكم كيفاش نجهزوها بالطريقة المكسيكية الأصلية. دابا غادي نبداو في التجهيز ديال الذره. اول حاجه غادي نشويو الذرة على الشواية باش تعطي طعم مدخن ولذيذ. خليوها تحمر من جميع الجوانب، ومن بعد غادي ندهنوها بالزبدة ونضيفوا الجبن الفيتا والفلفل الحار باش تعطيها نكهة رائعة. دابا نزيدوا فوق الذره الجبن الفيتا والفلفل الحار، وكذلك نضيفوا الكزبره المفرومه باش تعطيها طعم رائع. واش شفتوا كيفاش ولات لذيذه؟ ها هي الذره المكسيكيه المشويه بالجبن الفيتا والفلفل الحار. دابا غادي نذوقها باش نشوفوا الطعم. الذرة المشوية مع الجبن الفيتا والفلفل الحار كتجي لذيذة بزاف. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوها مع أصحابكم، وتشتركوا في القناة ديالي باش تبقاو ديما مع بيغ فوت في المطبخ ديال الغابة.